التعديل اللي تم النهارده ايوه احنا بالنسبه لنا ده امر في منتهى الكارثيه والخطوره. ليه؟ لعده اعتبارات. اتفضل. اولها التعديل النهارده 6/1 تم التعديل. اللجنه العليا للمشرفه على الاستفتاء اللي هي ذات استقلاليه وسلطه كامله بيديها القانون والدستور اعلنت اجراءاتها التنفيذيه لضمانات ونزاهه اجراء الاستفتاء يوم 4/1. اما انه الرئيس الذي يملك سلطه التشريع بعد ما تعلن اللجنه ضوابط واجراءات وازاي وبدات بالفعل ويوم الاربع 8/1 هتبدا التصويت في الخارج. احنا بالنسبه لنا الامر ده مثير للريبه ويدعو للخطوره، وكانه الرئيس بعت للجنه وضغط عليها فابت ذلك، فعدل القانون قسرا وبغير رغبتها. لانه يعني اللجنه اول امبارح تعلن ضماناتها، ازاي تعدل انت الاجراءات؟ الجزء الثاني وهو انه ده تم في استفتاء 19 مارس. بالفعل تم في استفتاء 19 مارس وديسمبر 2012. لا ديسمبر لا لم يتم الا في استفتاء 19 مارس. طيب الذي كان مشرف عليه. ارد عليك رد تاني. انا عاوز اكمل بس 19 مارس. ماشي هتكمل، بس هي الفكره انه المفهوم او الراسخ في الذهنيه الشعبيه ان هذا القرار هدفه تسهيل عمليه تصويت المواطنين اللي شغال في القاهره. ما ينفعش تقول له تضرب 500 كيلو وترجع الاقصر ولا ترجع كذا. فانا هتكلم بس في التسهيل. فهو الهدف يبدو نبيلا ايجابيا. يبدو، لكن انا هتكلم في التسهيل وانه ارد بس على 19 مارس عشان ما الكلام ما ينطلق. 19 مارس بالفعل كانت موجوده، لكن الاستفتاء كان على يوم واحد. صحيح. فامكانيه التلاعب وفي حصل تلاعب، لكن يبدو ان الذين كانوا يقولون لا في 19 مارس جزء كبير منهم الان يقول نعم، فهي تمشي. الجزء الثاني المهم وهو انه طب وليه ما بقاش التزوير اللي هيزور اللي يقول لا؟ ما يقول لا ممكن يروح يقول في كذا لجنه عاديه. ولماذا نفتح الباب لذلك؟ الجزء الثاني المهم وهو يلا طب ردوا على الرجل لما يخلص. الجزء الثاني المهم وهو انه نحن لا نجري استفتاء في اجواء مستقره. نحن نجري استفتاء في حاله احتراب سياسي موجوده. كلما امعنا واسرفنا في مزيد من الضمانات التي تمنع اي شائعه او تمنع اي كلام عن انه الاستفتاء ده يحظى بالرضا والقبول العام، انا يعني والله الواحد في غايه الاستفزاز. انا وصفت قرار الحكومه بالجنون، لكن مش عارف اوصف قرار السيد عدلي منصور هذا. شكرا جزيلا استاذ حليم. يعني ده لعب بالبلد صراحه، خلاص يا مولانا مزيد من الاضرار والارباك في المشهد بغير مبرر. فكره